ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. ازيك يا عمدة؟ ازيك يا نوسة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده بقى ما تنسوناش قبل ما نقول النهارده بقى يا موسى بقى، والناس زهقت من كتر ما تقولوا اشتركوا بقى في القناة، ولو سمحتوا عشان المشتركين بي بيخرجوا من عندهم، وفي اليوتيوب بيشيل ناس. اما الناس زهقت من الكلام ده، ما انا كنت بقول لهم وكانوا بيزعلوا. فنتمنى بقى كله بقى، انا سكت ما اتكلمتش، فالمعاناة بقى صعبة صح؟ معلش. اهم حاجة احنا معانا وصفة جميلة جدا جدا هنعمل النهارده. تنسوناش بس يا حبايبي في اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا جماعة لو سمحتوا. يعني في ناس بتدخل تشاهد بس بتنسى تعمل اللايك. من فضلكم يعني. آه... هنبتدي نعمل الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا معانا النهارده هنعمل الشاورما السوري زي الكتاب ما بيقول، بمكون بسيط جدا موجود في كل حته بنفس الطعم. ماجي عملت خلطه يعني الخلطه بتاع الشاورما. كل اللي عليك ان انت هتجيبي صدور الفراخ وتقطعيها كده التقطيعه دي، تمام. وطبعا انت بقى نوسة عملت لها المحلول اللي هو اللي بتعملوه كلكم في البيت وكلكم شطار، وبتنضفيه كويس جدا. والمكون ده مع الحاجات البسيطة معانا. الكيس ده يا جماعة بياخد لنص كيلو صدور، تمام. علبة زبادي ومعلقة مستردة ومعلقتين زيت. خليكم معانا في التتبيلة اللي هنعملها، ماشي؟ واحدة واحدة هنعمل مع بعض التتبيلة قدامكم. هنبدأ أول حاجة ملقة المستردة اهي. دي ما تقوليش لأ، دي السر كله من الأسرار، دي أهم حاجة، تمام. ممكن تحط معلقتين، يعني زي مثلا انا بحب انا احط معلقتين. ونعمل ايه بقى يا موسى؟ موسى. ودي كيس الماجي. الله. بص الروايح بتاعته، شم يا نوسة كده قولي. مم. ريحته فيها توابل، شامم ريحة كمون عالية فيه، والتوابل الحاجات كده اهو، تمام. وعلبة الزبادي، اي نوع علبة زبادي. طبعا الزبادي بقى بأشرومية دلوقتي، طبعا انتوا فاهمين يعني. اهو مش عايزة تنزل، متمسكة ان هي تقعد اهو. صعبانة عليها تنسى. اهو كده اهو. نقلب من غير ما نعمل ايدينا ولا اي حاجه اهو. شايفين اهو يا جماعه؟ الملح يبقى اختياري معاكي وانت بتعملي وانت على النار، تمام. اهو شايفين اهو. ننزل بمعلقتين الزيت طبعا، على اساس ان احنا مش هنحط اي مواد دهنيه واحنا بنسويها. بس كده اهو. احنا ما فصلناش الجزء ده. ريحتها حلوة قوي على فكرة. ايه يا موسى؟ الريحة حلوة قوي. احنا يا جماعه خلي بالكم اول مره نعمل بماجي، لان انا شفت وصفات كتير، بس بصراحة انا كنت بعملها بطريقتي انا، بس اللي لقيت وصفة ناجي بتديكي نفس النكهة السورية بالظبط اهو. شايفين يا جماعة؟ بس كده. تنسوناش يا حبايبي في ونسيبها في اللايك. في التلاجة، تمام. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونسيبها ليلة في التلاجة تقعد. هو المفروض ساعتين، بس احنا لو من بالليل للصبح تتبل كده وتخش مع الزبادي والحلويات تبقى احسن طبعا. تبقى احسن. ونرجع لكم بقى واحنا بنسويها. خليكم معانا ان شاء الله، يبقى فيديو يعجبكم جدا جدا، والولاد هيحبوه خالص. هو يا حبايبي بعد ما قعدت بقى 24 ساعة في التلاجة. ف بصوا يا جماعة، شايفين اهو؟ زي ما انتم شايفين كده. بصوا التتبيلة اهي قعدت، اللي عايز ما تقلش عن ساعتين يا جماعة. بس كل ما تقعد كل ما تبقى هي التتبيلة بالظبط، واللون وكل حاجة. يلا بينا بقى على البوتاجاز. هننزلها على الطاسة بالراحة، واحدة واحدة، احنا حاطين طاسة بتسخن. يلا بينا. ونزلنا اهو يا اه حبايبي حبايبي نزلنا في الطاسة بالفراخ كلها. اهو. وعلى نار هاديه كده، واحده واحده، احنا حبينا نفرجكم خطوه بخطوه معانا، تمام. وهو يا حبايبي بص ماشي، استوت اهي خالص شربت كده وشربت كل كل سوائل التتبيلة. اهي. بص اللي شغال اهو. ايه رايكم؟ طعم الريحه ايه بقى يا موسى؟
ريحة جميلة جدا على فكرة. على فكره الموضوع سهل جدا في البيت على فكره يا جماعه. الكيس بتاع الخلطة ماجي ده بتاعت ماجي دي حلوة قوي مش بصراحة. هتكلفك اي حاجه، ولا هتحطي توم ولا اي حاجه، ولا هتعملي اي حاجه. هو تفضي الكيس مع الزبادي ومعلقتين زيت، وبص هو في الطاسه شايفين اهو. ومعلقة المستردة برضو اللي حطيناها لازم المستردة، عملت لازم ريحة، معلقه المستردة دي، شغل حلو. لازم معلقه المستردة دي. شايفين يا جماعه؟ هنبتدي بقى نطلعها ونبتدي نفرجكم بقى الحشو بتاع السندوتشات السوري بالظبط. خليكم معانا. هو حبايبي هنبتدي نحشي بقى. ادي العيش اهو السوري السوري. توميه. هنحط هعمل التومية. لكم برضو فيديو للتوميه ده، سهل ومش مكلف. شويه دول ب10 جنيه. شوف احنا هنعمل بعد كده الحاجات دي. احنا عملنا قبل كده العيش السوري يا جماعه، تمام. هننزل بقى بعد كده بالشاورما اهو، زي ما انتم شايفين الشاورما اهي. يا سلام، حبه بقدونس والخيار. طبعا احنا الخيار اللي بنخلله اهو اهو، بقدونس زي ما انتم شايفين كده. وهنلف الساندوتش قدامكم اهو، وهنحط كاتشب كده قبل ما نلف، ونبتدي نلف كده قدامكم اهو على مهلنا اهو. احلى ساندوتش. ونطلع على بقى ايه، نكون مسخنين الجريل او الصاجه او الصينيه، ونحطها ونحط فوقيها اي حاجه تقلها عشان يبقى بالظبط اهو يا جماعه. احلى ساندوتش. يلا بينا بقى نطلع على الجريل. يلا بينا. يلا بينا يا موسى. اهو حبايبي حطيناه في الجريل. نزلنا وننزل كده بالصاجه اهو على الصينيه، وفوقيها اي حاجه عندنا، دماسه اي حاجه اهو، وعلى نار هاديه وواحده واحده. ايه رايكم؟ ما عندكيش حاجه، ما فيش مشكله يعني. احنا لازم نشغل دماغنا ولا ايه يا نوسة؟ طبعا. يعني مش لازم العده كلها بتاع السوريين يعني تبقى عندنا يعني. وبتاع الشاورما الصينيه حطيها بفويل والدماسه او اي حاجه تقيله، وتحطيها عليها، و5 دقايق نقلبها الناحيه التانيه وهنفرجكم ونشوف اول ما تخلص هنفرجها لكم الناحيه التانيه اول ما تتقلب. خليكم معانا. اهو يا حبايبي بصوا بقى لونه بقى تحفه ازاي لما قلبناه على نار هاديه، ما تعليش النار، وهننزل كده الناحيه التانيه على الوش التاني، واما يطلع بقى نقدمه لكم. وايه رأيك؟ اهو يا حبايبي بعد ما طلعناه بقى بصوا الجمال، شكله تحفه. الناحيه التانيه اهو. خدش وقت. ونعمل ايه بقى؟ هنفرجكم من جوه شكله ايه. قطعه بقى زي السوريين كده. هنقطعه بالظبط اهو. اهو يا حبايبي بصوا بقى شكله احلى. بصوا الشاورما اهو، مفيش في ناس بتحط بطاطس، احنا قلنا بقى الشاورما شاورما. الخيار مخلل والفراخ وبقدونس، بس عايزه تحط بقدونس تحطي، مش عايزه مفيش اي مشكله. وتوميه توميه، وادي الخيار مخلل والكاتشب. واظن كده احلى شاورما في البيت، تدلعي الولاد وتدلعي كل الناس اللي في البيت. اتمنى كده تكون وصفاتي كده عجبتكم، وصفاتنا كلنا. ما تنسوناش بس في معلش. اللايك والاشتراك في انا القناه اسف. وتفعيل زر الجرس وتعليقاتكم اللي احنا بنحبها جدا، ومعلش دعواتكم عشان عماد واخد الدور البرد ده. يلا كده انا استنى دعمكم ودعواتكم لينا ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي وجربوه وقولوا لنا ايه رايكم في الكومنتات. ونشوفكم في فيديو جديد قريب جدا جدا جدا. باي باي.